الحكاية كلها ولا القصة كلها غادي تبدا نهار خويا غادي يشري واحد القميجة بيضاء عجباتو وبغى يشريها. شراها من البال. ملي شراها تقلبات حياتو. غادي نعاود لكم القصة من الاول اشنو وقع فيها وشكون هو خويا وشنو الموضوع ديال هاد القميجة هادي. السلام عليكم البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. انا سميتني فاطمه الزهراء. في عمري داك الوقت فاش وقعت هاد القصه هادي في عمري 20 سنه. حنايا 5 ديال الخوت، 2 ديال البنات و3 ديال الدراري، وطبعا الوالدين ديالي اللي كانوا باقين على قيد الحياه. ما عندناش وما خصناش، يعني كنا على قد الحال، ماشي شي ناس اللي لاباس علينا ولا ميسورين، متوسطين الحال. ولكن الحمد لله كانت عندنا واحد الدار اللي غادي نوصفها لكم دابا كيفاش. كان عندنا فيها 3 ديال البيوت، الوسيطه نتاع الدار، وكانت المهم كوزينه وطواليت اعزكم الله كما كتعرفوا. كان عندي خويا اللي كبر مني، كان سميتو سعيد. من بعد انا عاد خويا عاوتاني اللي صغر مني، وخويا الاخ ديالي عاوتاني اللي صغر منه، والاخت ديالنا هي اللي كانت الصغيره كاع مره. الاخ ديالي الكبير سعيد هو اللي غادي تدور عليه القصه ديال اليوم. نهار اللي صافي كبر لقى الخدمه ديالو وخدم. صحيح الخدمه ديالو ما كانش بواحد الصالير اللي كبير بزاف، وكان قرر انه يتزوج. تعرف على واحد البنت، بغاو بعضياتهم وقرر انه يتزوج، واخا انه كان مازال ما جمع راسو مزيان اولا دار دويرته، ولكن كان مقرر انه في البدايه غادي يعيش معنا، يعني يتزوج ويعيش معنا. الوالدين ديالي ما رفضوش. المهم بما يجمع عاوتاني ويستقر في الحياه ديالو، ديك الساعه يشوف شنو غادي يدير. ما رفضوش ليه، فعلا جمع شي حاجه شي بركه ديال الفلوس، عاونوا الاب ديالي ودرنا واحد العرس اللي على قد الحال. ما كانش عنده الفلوس ديال باش يشري ديك الكومبلي اللي غالي نتاع العرس، وما كانش عنده باش يعني يدير داك اللباسي وسير داروه على قد الحال. فهاديك الفتره هذيك اللي غادي يوجدوا العرس، كنا غادي نشريو شرا كومبلي على قد الحال، وبقى كيقلب ليه على قميجه بيضاء. ما كانش عنده قميجه بيضاء داك الكومبلي، قلنا ليه حنايا خصو قميجه يعني. مشى للبال بدا كيقلب، لقى واحد القميجه بيضاء زوينه، كانت كتبان ليه باقي جديده، عجباتو وقال لي شريها. كانت رخيصه ماشي شي حاجه غاليه بزاف، كانت ديك الساعه غير بشي 50 درهم. وخداها قال لنا ها هي نصبنوها ندوز بها، راه كتبان باقا جديده، شكون غادي يعرفها بشحال كدير ولا جديده ولا ما جديداش، بنادم راه ما غاديش يفتش فيا. قلنا لي هي هذيك ماشي مشكل. ولكن اللي ما كانش عارف هو ان حياته غادي تبدل 180 درجه بسبب ديك القميجه هذيك. انا غادي نقول لكم كيفاش. لا ما عرفت هاد القصه هذه واش ممكن انها توقع وتكون بصح، يعني كيوقع بحال هاد الشيء ولا لا، ولكن فعلا وقعت معنا. المهم منين تزوجوا داز العرس كلشي بخير على خير. شويه شي يامات يعني شي ليالي بالليل، خويا يعني بدا كيتغير. كان داكشي بدا غير بشويه، كان بحال هكا مره تيبقى يهضر بوحدو بالليل. هادشي اللي عاودت لينا المرا ديالو، كيبقى يهضر بوحدو بالليل، كيبقى يقول شي هضره في شكل غريبه. شويه بدا عاوتاني كيبقى يغوت بالليل وبحال الا كيدابز مع شي حد. بقى هكاك على ديك الحاله، وكانت كتقول لنا بانه فيه هاد القاعده ديال كيهضر بالليل وما كتعرفوش شنو كيقول ولا مع من كيهضر. ومنين كتعاود ليه في الصباح راك انت كنتي كتهضر وشنو كتقولوا مع من، ما كيبقاش عاقل. المهم هاد الحكايه هذه المهم جاتنا غريبه شويه، لان خويا كنا كنعرفوا انه ما كانش كيهضر بالليل، يعني ما كانش كيوقع ليه حتى شي حاجه، كان نورمال كان عادي. المهم هاد القصه هذه، هاد الموضوع هذا بدا كيطول معاه وبدا كيزيد.
يعني بدات كيزيد، قالت لك بعض المرات بدا كيضرب، بعض المرات تيبقى يغوت كيبقى يدابز، كنسمعوا الغوات ديالو. وفعلا تندخلو تنقولوا لها فيقي، شعلي الضو وفيقي. حتى لواحد الليله اشنو غادي يوقع، وباش غادي نعرفوا السبب، هو ان ديك القميجه هذيك واحد الليله خوتي في النصاصه ديال الليل، من بعد ما نعس كلشي. كيفاش كنعسو؟ هما خداو واحد البيت، داك البيت كان اون فاس نتاع البيت ديالنا اللي كنعسو فيه انا واختي، والوسط ديال الدار كيبقى كينعس فيه خويا وخويا الاخر، والوالدين ديالي واخدين بيت اخر. كما قلت لكم عندنا 3 ديال البيوت والوسط ديال الدار. وكما كتعرفوا الديور ديال القدام، يعني الساروت ديال الضو ما تيكونش حداك فين تتنعسي، يعني تيكون حدا الباب، كتمشي حتى لحدا الباب باش كتشعلي الساروت ديال الضو، يعني كيكون بعيد علينا. المهم واحد الليله بقينا كنسمعوا الغوات، وبدينا كنسمعوا الغوات حتى ديالها هي، يعني حتى ديال مرتو كتقول لي وبعد مني وهذا. بدينا كنحسوا بديك انه بحال كيضربها، يعني هي اللي بدات كتغوت. هنايا خويا اللي صغر مني انا ناض اشنو حساب ليه، هو اشنو توقع في الاول ملي سمع الغوات ديالها هي، حساب ليه واش حنايا خوتو البنات دخل علينا شي حد. هو انا قال لك انه دخل علينا شي شفار حنايا البنات. منين جا مشاش باش منين ما ناضش باش يمشي يفتح الساروت، يعني يحل شعل الضو، لا، جا نيشان قاصد الباب ديالنا ديال البيت ديالنا. في ديك اللحظه نضنا حتى انا واختي وغادي نفتحوا الباب، يعني غادي نفتحوا الباب ديالنا، وكنا غادي نشعلوا الضو. قبل ما نشعلوا الضو جا عاوتاني خويا الاخر الصغير كاع، يعني صغر منه، جا وجا حتى هو للبيت ديالنا قاصد البيت ديالنا. فتصادفوا هو وخويا، تصادفوا خوتي بجوج الذكوره، وخويا اللي كبر من اخر ناض ضربوا بالطرشه. حنا كنسمعوا ديك الطرشه كنقولوا ويليش هادشي. حليت الباب بالزربه ديال البيت وشعل الضو، كنلقى بلي خويا اضرب خوه. غادي تكونوا فهمتوا شنو كنعني، اضرب خوه. صافي بقى كلشي مبهض، كلشي بقى كيشوف شي قلت لها ويلي علاش ضربتي خوك؟ قال لي اسكتي، راه حساب ليا واش هو الشفار زعما، وتصادفت معاه، حسب لي واش الشفار خارج من عندكم من البيت وهادي. وناض زعما ضربو زعما خويا الشوشع، على ما شعل الضو ما شاف والو. اش غادي نقول لكم، واحد الضحك، واحد الكوميك اللي كنا فيه ديك الليله. ما عرفتش في ديك اللحظه جاو والديا، باقي والديا جاو مالكم شنو كاين، حتى كنشوفوا بان الغوات كتغوت مرت خويا. مشينا لعندها حدا الباب، حشمنا اننا غير نفتحوا الباب ونسمتو، بقينا كنهضروا معاها مالكي علاش كتغوتي شنو، فتحي لينا الباب. قالت لنا ودي راه ما قادراش نفتح لكم الباب، راه خوكم شادني. ودي فتحي لينا الباب، غير فتحوا نتوما الباب واجيو فكوني، ودي فكوني. هي هذيك فتحنا الباب شعلنا الضو، حنا كنلقاو خويا شادها كيضرب فيها. جابت امي شويه ديال المرشات على وجهه، ضربناه على وجهه فيقناه. فاق هاد خويا، قال لنا مالكم شنو كاين، علاه كلكم في البيت؟ هو ما عرفش راسو شنو وقع. انت عرفتي المراه من توفى مسكينه، مالكي؟ قال لي اش وقع لك المراه؟ قالت لي شبعتيني عصاص لختيني وتتقول لي مالكي اش وقع لك هاد المراه. هنايا جلسنا مع خويا وقلنا له شنو كنتي كتحلم بعدا، شنو كنتي كتقول، شنو كنتي كتحلم؟ قالت لي انت راه كنتي كتغوت وهذا وكتقول وبعد من مرتي وبعد مني وبعد من مرتي، وشديتيني وبديتي كضرب فيا. عاود لينا اشنو كاين. قال لنا اودي راه داك الراجل مول القميجه كيجي لابس ديك القميجه وكيجيني دائما، وهاد المره هادي جا وشدك نتيا، يعني قال لك شد المراه ديالو، وتيقول لي خويا بعد من المراه ديالي. الاخر تيقول ليه حيد لي القميجه ديالي ونبعد من المراه ديالك، خلي لي حتى انت ديالي ونخلي لك ديالك. خويا كيقول لها اش من قميجه وبعد من المراه ديالي؟ كيقول عطي المراه ديالي بابتسامه بعد منها. الاخر تيقول ليه لا، وعطيني حتى انايا ديالي ونعطيك ديالك. وهنا من بقى كيضارب زعما معاه وتيدابز معاه. ويعني خويا ديك الساعه راه تيضرب في مرتو، وحساب ليه راه تيضرب في داك الراجل. داك الراجل راه شاد المراه ديالو. غادي تكونوا فهمتوا اخوتي الوضع كيفاش كان، وغادي تصوروه معايا، يعني غتصوروا معايا داك المشهد هذاك. اش غادي نقول لكم، داك الشيء اللي ضحكنا وفي نفس الوقت اللي استغربنا.
كيفاش اين قميجه؟ قلنا ليه اش من قميجه، علاش كتهضري؟ اين هي؟ ورينا واش من قوامجك حوايجك. هو يوريها لينا، جبدها لينا، قال لنا القميجه هذه اللي شريت من البال، هاد القميجه هذه هي اللي كنشوفو كيجيني دائما بها، كيجيني لابسها هذه، ما عرفتوش واش مولاها ولا شنو. المهم هاد القميجه هذه قلنا ليه، يعني الوالده قالت ليه واش من نهار شريتي هاد القميجه هذه وكتلبسها كيوقع لك هادشي؟ قال لها من نهار جبتها كيوقع ليا هادشي. انا عمر قال ليه عمر ما وقع ليا، قال لك هادشي عمر ما وقع ليا. والراجل راه انا شفتو شاد المراه ديالي كيقول لي عطيني ديالي ونعطيك ديالك. هي هذيك. قالت لي صافي امي، قالت لي واقيلا المشكل في هذه القميجه هذه، ولكن حنا ما نوناش حتى شي حاجه، يعني ما عرفناش. ولكن الام ديالي اش قالت لي عرفتي اش غادي نديرو؟ حنايا نقطعوا كاع الشك، نشدوا هذه نحرقوها، حنا ما زيدنا ما نقصنا، نحرقوها ونشوفوا شنو غادي يوقع من بعد. داكشي اللي كان. الوالده ديالي خداتها وحرقتها. ملي حرقناها بخرنا الدار، بخرات الام ديالي يعني الافكار ديالها، بخرات بالفاسوخ الجاوي الشبه وهذا، بخرنا. دازو شي ايامات، خويا بخير وعلى خير، كتقول لنا المراه ديالو كينعس، ما تيهضر ما تيغوت، ما واقع حتى شي حاجه. هادشي اللي قالت لينا، وحتى هو قالها، قال لك اودي راه ما بقاش كيجيني داك السيد، راه ما بقاش كيجيني، وما بقاش كتوقع ليا حتى شي حاجه، الحمد لله. صافي هنايا شكينا، قلنا واقيلا مول هاد القميجه هادي ما كانش صاخي بها، اولا كان وقع عليه شي حاجه ولا ما عرفت الله اعلم، يعني كاينه شي حاجه تما وحنايا ما عارفينهاش. واش اخوتي غادي نقول لكم، قولوا لي عافاكم في التعاليق، واش ممكن يوقع بحال هكا؟ يعني كاين بحال هكا فعلا تشري حوايج قدامين ملبوسين من البال ويكونوا نتاع شي حد مثلا ميت، او يكونوا نتاع شي حد وقع عليه شي حاجه اولا ما صاخيش بحوايجو وكيبقى تابع دوك حوايجو؟ ممكن هادشي يوقع، ما عرفتش، ولكن حنايا هادشي اللي وقع معانا والعلم عند الله. المهم خويا ارتاح من ديك الساعه من تخلصنا من ديك القميجه. والمهم كان نتمنى ان القصه تعجبكم، تعطوني الاراء ديالكم، وما تبخلوش عليا من اللايكات، المتابعه، المشاهده الكامله، والمتابعه ديالكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم، باي باي، مع السلامه.